مساء الخير او صباح الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو. هنعمل النهارده وصفه جميله جدا منتشره على السوشيال ميديا دلوقتي، والناس بتقف عليها بالطوابير. كيكه الفزعه الغرقانه شوكولاته. هنعملها كمان احلى من الجاهز بطريقه بسيطه ومكونات ولا ابسط. يلا نبدا وصفتنا على طول، وهنبدا الوصفه بتاعتنا بمقادير الكيكه. معانا 3 بيضة، 200 جرام سكر، و250 جرام دقيق، 70 جرام زيت على سمنة او زيت بس، 30 جرام كاكاو، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة كبيرة خل، كوباية زبادي، فانيليا، وكوباية مية مغلية. دي هنستخدمها في الاخر وهتبقى مغلية. اول حاجة بنحط البيض والسكر مع بعض، دول البيض والسكر، وبنضربهم كويس قوي. نفضل نضرب فيهم لغاية ما السكر يبدأ يدوب، مش هيدوب لكن هيبدأ يدوب. وممكن نستخدم في الخطوات دي الخلاط بدل المضرب السلك او المضرب الكهربائي، يعني ممكن تستخدم اي حاجة فيه. بعد كده بنحط الزبادي على السكر والبيض، وبعدين 70 جرام المادة الدهنية، ممكن زيت بس، زيت على سمنة، دول زيت على سمنة. خلاص. بنفضل نضرب فيهم لغاية ما السكر كده يدوب. بعد كده بنحط 250 جرام دقيق ولازم ننخلهم، وبقى عليهم 30 جرام كاكاو خام، والبيكنج باودر والبيكنج صودا، كل ده مع بعض نخلناهم مع بعض. وبعد كده هنضيف معلقة الخل، عشان معلقة الخل في الوصفة ضروري، علشان هي اللي بتساعد على ان البيكنج صودا يشتغل جوه العجينة ويخليها هش. متهيألي لغاية دلوقتي الخطوات بسيطة خالص. الفاتش كيك دي من احلى الوصفات. هنا اهو بحط اخر حاجة اللي هي كوباية المية المغلية، وصبيتها قدامكم اهو، وحطيت نص الفنجان، ده فنجان شاي، وحطيت نص الفنجان مية، وممكن احط الكمية كلها مية مغلية، والنص التاني حطيت عليه ظرف نسكافيه. ممكن تحطيه وممكن تستغني عنه، هو بيدي غناوة للكيكة وبيظهر طعم الشوكولاتة فيها، يعني كيس النسكافيه ده بيظهر طعم الشوكولاتة. بنضربهم كويس قوي، بياخد حقه في الضرب لغاية ما يبقى معايا القوام سايل بالطريقة دي. بحطه في صينية 30 في 25 او صاج 30 في 25 اللي موجود عندك حطيه. وممكن تبقى كمان في صينية مدورة لو ما عندكيش صاج او صينية مستطيلة، مفيش مشكلة خالص، حطيها وهوريكي طريقة حلوة خالص للاستخدام بعد كده. بعد كده بديها خبطتين، بتدخل فرن محمى مسبقا على درجة حرارة متوسطة من 150 ل 180 درجة، بتاخد حوالي نص ساعة بالظبط. بعد كده بطلعها بختبرها بالخلة زي ما شفنا كده، لازم الخلة تطلع نظيفة او السكينة تطلع نظيفة. بعد كده بقلبها، بشيل ورقة الزبدة من تحت، وشوفوا جمال الكيكة الفادج، رهيبة وطعمها رهيب، مقاديرها مظبوطة بالملي. جربوها ومش هتندموا. ده الجناش اللي انا عملته ومنزلاه في فيديو وحده، هسيب لكم اللينك بتاعه علشان تدخلوا تشوفوه. دي الحشوة بتاعة الفادج كيك او الكيكة الفزعة اللي احنا بنعملها الترند بتاع بلبن. هحط الجناش بتاعي اللي انا عملته، المقادير بتاعته كمان مظبوطة جدا، هحط لكم لينك فيديو الجناش في الديسكريبشن. هنجيب قالب، اي قالب، وهنقص هنقطع الكيك الفادج على مقاس القالب اللي انا هحط فيه. مش شرط قالب مستطيل، لا، اي قالب، انا بس بحاول ان انا اقرب الشكل للشكل الجاهز مش اكتر. لكن ممكن تعمليها في صينية مدورة، وممكن تعمليها في قالب كيك مربع او مستطيل، القالب اللي عندك يعني. بعد كده بنسقي الكيكة بالكوباية دي لبن دافي، وعليها معلقة كاكاو خام، مش اكتر من كده، وممكن لبن بس، يعني ما تحطلهاش سكر ولا اي حاجة. كوباية لبن وعليها معلقة كاكاو خام، مش اكتر من كده، دي التسقية بتاعتنا.
ادي الكيكة بتاعتنا فادج فعلا وهشة، المسام بتاعتها زي ما هتشوفوا مظبوطة، الكيكة طرية وطعمها جميل جدا. بنحط الطبقة وفوقها الجناش بتاعنا، وبعد كده بنحط طبقة تاني وبنسقيها برضو عبارة عن باللبن والكاكاو، لبن دافي وبندوب فيه كاكاو بس. وبعد كده برضو بنحط طبقة من الجناش الخطير بتاعنا. جماعة بجد الجناش خطير، وصفة مش هتلاقوها على مظبوطة بالشكل ده على اليوتيوب، لكن بجد الوصفة مظبوطة جدا. بنحط اخر طبقة اللي هي الطبقة الثالثة، بس الفزعة بتاعت بلبن طبقتين بس مش 3 طبقات. فاعملوها انتوا كمان طبقتين وتطلع معاكم المقدار ده عبارة عن كيكتين من الفادج كيك ده. بعد كده بناخد نرش من فوق اخر طبقة اللي هي كاكاو خام وسكر بودرة، وزينتها بالجوز الهند والمكسرات، وتطلع معاكي بالجمال ده قطعة من الفادج فعلا الغرقان شوكولاتة بالجمال ده. مش عايزة اقول لكم فعلا طعمها كمان رهيب ازاي. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشاركوا الفيديو مع احبائكم عشان انت تستفادي وغيرك يستفاد. جربوا الوصفة ومش هتندموا، وصفة جميلة جدا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.